السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرجعنا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل الكنافة على النار من فوق، سهلة وبسيطة. ويلا بينا نبدأ. هنحط بقى هنا كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، وأول ما يغلوا على النار هنعصر الليمونة. ودي الكنافة هنقطعها. هنعمل قبل ما نقطع الكنافة المهلبية اللي هنحشي بيها الكنافة. معلقتين نشا كبار، هما كلهم دول معلقتين نشا كبار، تمام، على كوبايتين لبن، وهنقلبهم على البارد كويس قوي. وبعد كده هناخدهم على النار. هنحط بس معلقتين سكر، اللي عايز يحط سكر يحط. هي المفروض ما تحطوش سكر بعد، انا يعني نصيحة، يعني كفاية الشربات، بس انا في حد قال لي حطي سكر وانا حطيته بصراحة. يلا، المهم ان السكر اختياري يعني. بس هندوب السكر مع النشا على البارد. بعد كده هناخدهم على النار. هنقلب بقى على النار لغاية لما يبتدي النشا اللبن يغلي. خلاص تقلت، هننزلها من على النار، ولما تبرد هنستعملها. انا بوريكم ان هي لازم السكر يدوب تماما، وكده كده هو ايه المهم، اهم حاجه النشا اللي يدوب مش السكر. كده كده احنا هنفضل وهو على النار نقلب كويس جدا. هنقلب بمضرب سلك يدوي او معلقه عادي، بس المضرب حلو مش هيكلكع النشا. بس هنبتدي بقى نقطع الكنافه. انا مطلعاها من الفريزر، فجيت اقطعها بالسكينه المشرشره ما نفعتش لانها طريت شويه. هبتدي اقطعها بسكينه حاميه كده، او لو عندكم قص قصوها، يعني اي حاجه هتنفع. المهم ان احنا نقطعها مش فتافيت او مش نضربها يعني في ناس بتحطها في المضرب وبتتضرب وهي مجمده وبتتفتفت. احنا مش محتاجين كده، احنا محتاجين نقطعها قطع بس. هنقطعها كلها. بالنسبه للشربات بقى، ان احنا حطينا اول ما يغلي على النار من غير ما نقلبه خالص. اول ما يغلي هنعصر الليمونه، وربع ساعه بالظبط من بعد ما يغلي او تلت ساعه هنطفي النار، ويبقى الشربات كده اتعمل مننا. احنا عايزين شربات تقيل مش شربات خفيف. تمام، خلاص كده قطعنا الكنافه كلها. كده قطعنا الكنافه كلها. شفتوا بقى نفرفطها اهي كلها كده اتقطعت. انا عايزه التقطيعه دي مش تكون فتافيت قوي، بصوا قطع يعني حتت. تمام، خلاص كده كنافه جاهزه، والشربات على النار، والمهلبيه الكريمه اتعملت، بس سايباها تبرد تهدى شويه يعني. كده عايزينها مش بارده وهي بتتحط، بس تبرد وهي على الكنافه. شايفين؟ هنحط بقى ايه معلقه سمنه كبيره قوي كده، او احط حبه سكر بودره الاول، برضو اختياري، بس السكر بيديها اللون الاحمر اللي انتوا شايفينها، اللي هتشوفوه بعد ما تخرج من السوا يعني. اللي عايز يحطها في الفرنه عنده شوايه ويحطها في الفرنه هيبقى عادي، مش هتقول لا. يعني الفرنه بتاعته كويسه وبتسوي فوق وتحت، حطوها في الفرنه وهتبقى جميله، وبرده هتخرج اسقوها الشربات. بس انا حبيت اعملها من فوق عشان اللي ما عندوش فرنه ساعات بتبقى عندي مش شغاله، عنده بوتاجاز وما عندوش فرن فيعملها يعني. ما نوقفش نفسنا على حاجه يا جماعه، ونبسط المواضيع. وكده انا هحط حته سمنه حلوه كبيره كده، معلقه كبيره او معلقتين، ولو سايحه هتبقى افضل، بتبقى اسهل يعني في الموضوع كده، بدل ما انا قعدت افرفط فيها كتير. المهم انا شربت الكنافه كلها بمعلقتين السمنه اللي انا حطيتهم، او معلقه كبيره. انتوا حطوا سمنه على قد ايه ما انتوا عايزين يعني. المهم ان الكنافه كلها هتتغلف بالسمنه.
بعد ما هنغلف الكنافة كلها بالسمنة. خلاص بقى كده هنجيب صينية وندهنها برضو سمنة. الموضوع سهل وبسيط وفكرتنا برمضان كنافة. بس انا كان نفسي فيها، كنت بقالي كتير كل شوية اقول اجيب كنافة واعملها كنافة. فلغاية بقى ايه ما قررت اشتريها واعملها. هو ده نص كيلو كنافة على فكرة، ودي صينية مش كبيرة قوي ولا صغيرة، حلوة وسط. وسمكها كان حلو يعني، مش تخينة ومش رقيقة. ولو عايزينها ارق من كده وسعوا الصينية شوية، بس هي دي المقاس ده كويس والله. فهنجيب بقى ايه الكنافة ونحط نصها ونضغط كويس بكف ايدينا كده. احط نص الكمية بس، والنص التاني هيبقى من فوق. يعني اقسموا النص كيلو، نصه تحت ونص فوق. اللي مش عايز يحشيها كريمة زي ما انا عاملة كده يعملها سادة، او يحشيها مكسرات عادي برضو. يعني والله انا اغلبية الوقت بحبها سادة، بس انا عشان ولادي بيحبوا المحشية فعملتها لهم محشية كريمة. حاولوا بس ايه ما تخلوش فراغات من تحت علشان الكريمة ما تنزلش منها. كده كده الكريمة ولا هتنزل ولا حاجة، بس انا ايه ما تخلوش فراغات. حاولوا تساووا القاعدة بتاعت الصينية كلها وتدوسوا كويس، تضغطوا يعني. بس الموضوع سهل يا جماعة، متصعبوش عليكم المواضيع. بس اهو شايفين، دوسوا كده، ضغطوا بس كده. في ناس بتجيب صينية اصغر من الصينية وتحطها جواها وتضغط قوي، وعشان تبقى مضغوطة يعني. بس احنا حطينا كده نص الكمية. هنجيب بقى الكريمة اهي. بصوا السمك بتاع الكريمة ازاي، بس لسه سخنة. هي لسه كده ما بردتش، هي يعني هديت شوية بس ما بردتش تماما. كل ما تبرد طبعا كل ما بتتقل. ودي كويسة ان شاء الله مش هتنزل من. انا هسيبها على فكرة، يعني احنا حطينا الكريمة، هسيبها شوية حلوين لغاية لما تبرد خالص قبل ما احط الكنافة التانية، علشان ما تحطوا الكنافة التانية ما تخرجش من. انا هوريكم دلوقتي. لما تهدى هحط ايدي، بصوا هحط صباعي، بصوا مخرجش حاجة كده كده. يعني جمدت شوية او بردت تماما، يعني عشان كده ايه ما تخرجش من الكنافة بقى. وانا عشان هعملها على النار من فوق فهقلبها، فعشان ما تخرجش مني وما تقعش. ربنا يستر. هقول لكم ايه اللي حصل. المهم هنحط بقية الكنافة وبرضو نضغط شوية، ما تخافوش مش هتخرج لان هي بردت وتقلت. بس مش الضغطة اللي زي الرق الاولاني طبعا، ضغطة براحة ايدك يعني، فاهمة؟ بس ما تخافيش يعني، اضغطي وساوي السطح بتاع الكنافة وما تخافيش مش هتخرج. حاول كله يبقى قد بعضه بس عشان الشكل. بس هنحط كل الكنافة اهي ونساوي بقى بايدينا كده. خلاص كده خلصنا. يلا بينا بقى على النار. هنحطها على البوتاجاز من فوق، زي ما انا قلت كده، واللي عايز يحطها في الفرن هيحطها. ويحط طبعا وشها عليه سمنه. انا حاطه كده كده، لو مش عايزه تحطي هتحمر برضو، بس انا حابه ان انا اعملها من فوق.
انا بحب اسوي الحاجه من فوق، علشان بتبقى طريه، يعني مقرمشه من فوق، ومن جوه بتبقى طريه. انما في الفرن ساعات بتنشفها شويه. بصوا بقى وانا بقلبها حصل كوارث وكده، وبصوا اتكسرت من النص، بس والله طلعت طعمها تحفه. كده خلاص الشربات بارد وهي سخنه. ثانيه بقى، انا قلبتها بس مش قدامكم لانها وقعت مني. اتلسعت في صباعي فوقعت مني، فانكسرت كده من النص، بس شغاله يعني الحمد لله، ما باظتش مني الحمد لله. بس في الفرن بقى، لو انتوا عايزين في الفرن، واللي ما يعرفش يقلبها زي كده ويتلخبط، يبقى احسن في الفرن من اولها لاخرها يا جماعه. واللي بيحبها من فوق وشاطر يعملها. انا اول مره تتكسر مني على فكره او تبوظ مني، بس هي جميله. وهوريكم انا قطعتها دلوقتي، وهوريكم وانا بصوا والله العظيم طعمها بصوا القشطه جواها تحفه تحفه تحفه. انا عاملاها طبعا بلبن ونشا وسكر، بس اللي مش عايز يحط سكر كفايه شربات الكنافه يا جماعه. بس بصوا والله طعمها بقى مقرمش وطريه من جوه، ما اقولكوش. والف هنا وشفا، واللي يجربها يقول لي عمل ايه وجربها. وجربوا وصفاتي يا جماعه، وما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. وهتنسوا دعواتكم ليا وشجعوني ودوسوا اللايك. هو تنسوا اللايك يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير. يلا قوموا اعملوها.